السلام عليكم. قضية يجب أن نهتم بها وندافع عنها ونتابعها ليل نهار. قضية الشيخ صادق أبو شعر. لا مكان للحرية ولا مكان للأحرار في هذا المجتمع الذي ينشدونه اليوم. مجتمع حصر نفسه، هذا المجتمع حصر نفسه في فئة تسمى فئة الأنصار. مجتمع لا يريد لشيء حوله أن يتكلم، لا يريد للناس أن يكونوا أحرارا. إنهم يخالفون المجتمع اليمني ومعيشته بالكامل. هؤلاء ما دام المجتمع اليمني مجتمع واحد فيجب علينا أن نتضامن ونقول كلمة الحق مع هذا الشيخ، حتى لو أنه من محافظة أخرى. فيجب علينا كل يمني وعلى الأشراف من رجال اليمن أن يتكافلوا معه. ماذا فعل هذا الشيخ؟ هل فعل جريمة يستحق هذا العقاب؟ ولو كان فعل ما فعل فهناك أقسام وهناك دعوات وهناك محاكم. لما كل هذا الظلم يمارس ضد هؤلاء الأحرار؟ الشيخ أبو شعر قتل غدرا في صنعاء، ومن رجال الدولة حقهم، ليس من مواطن. لا يمكن أن لا أغتاله مواطن، اغتالوه ومسؤولين عليه مدراء أقسام وأفراد يتبعون الجماعة. ألا تريدون للمجتمع اليمني أن يعيش؟ ليس مجتمعا محصورا بالأنصار، فهو مجتمع يمني شامخ من الشرق إلى الغرب، حرية، استقلال كامل لكل أهل الأفكار. ماذا فعل بكم هذا الشيخ لتقتلوه؟ بالله عليكم، إنسان آمن يمر في سيارته والرصاص عليه من كل جانب حتى أردوه قتيلا. ولا زال أهل إب الأحرار في ميدان السبعين، وقد كانوا وقفوا مدير القسم، والآن لا زالوا القضية يستهترون بها، لأنه ليس من السادة، ليس من السادة ولا من كبار القوم، لأنهم عندهم كبار القوم هم السادة بس. أما مواطن عزيز شريف مثل الشيخ صادق، هذا مصير عندهم القتل. فبالله عليكم ألا تستحون؟ ألا تنفذون القانون؟ تدعون محاربة الغرب وتدعون نصرة الإسلام والمسلمين ونصرة الفلسطينيين. أولا هذا اليمني أولى أن تقف معه ومع كرامته ومع حريته ومع قضيته العادلة. بالله عليكم، لماذا كل هذا الظلم ضد هؤلاء الأشراف؟ فندعو كل أبناء إب رجالا ونساء بكل محافظات اليمنية أن تكون قضية الشيخ صادق نصب أعينهم، وأن يتحدثوا عنها ولا يسكتوا حتى يأخذوا المجرمين العقاب، ونتمنى ألا يسكتوا. فأصحاب إب رجال ونشهد لهم أنهم رجال، فليقفوا كلمة واحدة ويدا واحدة، ويجعلوا كل كلامهم وأخبارهم ومنشوراتهم بشأن هذه القضية العادلة والتي ظلم فيها الشيخ صادق وقتلوه، والآن يتلاعبون في قضيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم.